حاب نحدثكم في ظاهرة جديدة لا شك أنكم سمعتم بها، الديانة الإبراهيمية ولا دين إبراهيم. في بعض البلاد بنوا مبنى سموه البيت الإبراهيمي، وقالوا وبئس ما قالوا هذه هي الطريقة الوحيدة اللي بإمكاننا نجمعوا الأديان ونجمعوا بين اليهود والنصارى والمسلمين، ونحيوا الأحقاد ونحيوا الخلافات ونحيوا النزاعات ونخدموا الإنسانية ونكونوا في طريق وحدة ونديروا ونطلعوا ونهبطوا. المبنى الأول هو معبد لليهود، والمبنى الثاني تاع نصارى، والمبنى الثالث مسجد، والمبنى الرابع الثقافة والعلوم. يجمعهم الديانة الإبراهيمية. الله يعز وجوهكم. هذا الزبل هذا لا ينطلي على المسلمين. الهدف من ورائه هو تهديم العقيدة، التوحيد. حابين نسألك سؤال، أنت تجتمع مع واحد، أنت تقول ربي واحد وهو يقول عيسى ولد ربي، تتلاقاو؟ أنت تقول قل هو الله أحد، هو يقول لك عزير ابن الله. قال لك معليش ما تشوفوش لهذا، نروحوا نديروا وحدة الأديان. قالوا اختلفوا الناس في دين عيسى، واختلفوا الناس في دين موسى، واختلف الناس في دين محمد. كاين واحد الدين ما اختلفوش فيه، وش هو؟ قالوا دين إبراهيم. ما نسميوها الديانة الإبراهيمية ونجمعوا هذه الأديان هذه وخلاص. هذه اليهود والنصارى والمسلمين وش راه كاين يولي ما كاش. من يقول به من المسلمين ويدعو إليه ويعتقده فقد خرج من ملة الإسلام، وهو مكذب للقرآن والسنة. وهذه اللي قالوا على إبراهيم الجواب في القرآن: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الدين، هذا الكلام راه على المباشرة، الدين الذي جاء به عيسى صحيح هو الإسلام، ثم حرف وبدل وغير. الدين الذي جاء به موسى صحيح التوراة، ثم جاءوا فعمدوا إلى التوراة فبدلوها وغيروها، تبدلت هذه الأديان. جاء الدين الذي جاءنا به البشير عليه الصلاة والسلام، خلاص نسخ هذه الأديان لبطلانها لأنهم غيروها وبدلوها. ونعطيك فائدة: هذيك التوراة والإنجيل والزبور وهذه الصحف وهذه، ربي في هذاك الوقت نتاعهم ربي قال للعلماء هذوك اللي كانوا في هذاك الوقت اللي كانوا يقراوها، قال لهم احفظوا هذه الكتب ولا تغيروها ولا تبدلوها. ولكنهم ما فعلوا، كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، فطرأ عليها التغيير والتحريف والتبديل. فجاءت الشريعة الخاتمة والكتاب الخاتم مع الرسول الخاتم. فالكتب الأولى ربي وكل حفظها للعلماء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكن ما حفظوش. الكتاب الأخير هذا اللي هو القرآن الخاتم، ربي تكفل بنفسه، هو عز وجل بنفسه بحفظ هذا القرآن الكريم، وما تغيرش القرآن.
وما يتغيرش حتى يسرى به، يرفع القرآن في آخر الزمان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن وراء هذا المشروع هذا اللي جابوه هذا تاع الديانة الإبراهيمية، شكون وراءه؟ مشايخ الإسلام، العلماء، هذا وراء بنو صهيون. وسبحان الله المطبعون مع الصهاينة هم أصحاب هذا المشروع اللي طبعوا، هم الواقفون الآن على هذا المشروع، وهو مشروع باطل فاسد لا محل له من الإعراب. ولهذا إذا كان هؤلاء يجهرون به ويدعون إليه، لا بد عليك أنت أيها المسلم صاحب العقيدة والتوحيد أن تجهر بعقيدتك وبتوحيدك، وأن تكتب في منصات التواصل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أنت راك تكتب البراءة نتاعك من دين هؤلاء ومما يدعون إليه. وإحنا وقتاش نديروا لمن في اليهود والنصارى؟ وقتاش؟ هيا نروحوا نستقرأوا التاريخ، نستقرأ التاريخ نشوفوا وقتاش احنا درنا فيهم الأمان. قابلونا بالأمان، قابلونا بالغدر. والله العظيم رسول الله عاملهم معاملة طيبة وأحسن إليهم وقف معهم ما شاء الله تبارك الله. شكون اللي غدر بالآخر؟ من الذي غدر بالآخر؟ شكون اللي انقض الميثاق والعهد؟ من؟ وهم بدأوكم أول مرة. من؟ هم اليهود وهم النصارى. ولهذا نحذركم من هذه الدعوة أن تنتشر في أوساطنا، احذروها، فإنها خبث ومكر وحرب على عقيدة التوحيد وحرب على الشريعة الخاتمة. كيفاش شريعتهم؟ كما شريعتنا. في آخر الزمان مما نعتقده احنا أهل السنة، احنا المسلمين، باللي عيسى ينزل ما شاء الله. لما ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب. السؤال اللي نسألنا عليه، لما ينزل عيسى باش يحكم الناس هذوك اللي يكونوا في وقته يدركونه، باش يحكمهم بالإنجيل والشريعة اللي نزل عليها ربي؟ الجواب لا. لو كان كاين وحدة الأديان، إنما يحكمهم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة الخاتمة. فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اسمع كي نقولوا بوحدة الأديان، كاين واحد الآيات لازم نحيوها من القرآن ما نقراوهاش. قالوا علاه؟ قال لأن هما قالوا في مؤتمرهم، قالوا لأن فيها دعوة للعنف والكراهية. هذيك جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نحيها لا 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 لا، هذه خلاص. احنا ندعو للإنسانية، الهيومانيتي. كيفاش تبقى هذا الكلام وهذه آيات لا تقرأ؟ ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا 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 لا، نحي. وقالوا عزير ابن الله. نحي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نحي. ما تساعدناش، وهذه خلاف المشروع نتاعنا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، خلاف المشروع نتاعنا. يعني كل آية تتحدث عن هذا الباب تقصى وتمحى وتفصل من كتاب الله عز وجل، خدمة لماذا؟ خدمة لهذا المشروع الخبيث اللي جاوا به الصهاينة والأعوان تاعهم من النصارى والمطبلين والمزمرين من الأذيال هذو نتاع العرب اللي رضوا بالذل والهوان. لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. احفظ القرآن، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.